من بياعة قهوة لمليونيرة بتلعب بالملايين لعب، نقلت ولادها سلطنة عمان وصرفت عليهم هناك 2 مليون جنيه، وما عجبهاش الوضع فرجعت على السعودية ومنها لدبي واللي صرفت فيها 2 مليون جنيه شوبينج في أسبوعين، وما أقولكوش على المبلغ اللي صرفته في فرنسا، وعندها بيت بملايين الدولارات في السويد. أسرار لا تعرفها عن البلوجر سلمى الرحالة. يا ترى عندها كام عربية؟ إيه حكاية مشروعها في الرحاب؟ قالت إيه عن دينا مراجيح؟ تعالوا أقول لكم بقى التفاصيل دي كلها في الفيديو ده. كل اللي سمعتوه عن البلوجر سلمى الرحالة اليومين اللي فاتوا عن حوار دينا مراجيح والذي منه بيعتبر عادي جدا قصاد اللي هتسمعوه مني عنها في الفيديو ده. اصلها بصراحه طلعت من كام ساعه واتكلمت بقلب قوي وقالت بالنص انا مفيش واحده زيي، انا فوق الكل. طبعا حقها تقول كده، ما يتحولت في يوم وليله من بياعه قهوه لمليونيره بتلعب بالفلوس لعب. صحيح سبحان مغير الاحوال. سلمى الرحالة من حوالي 3 سنين سابت مصر وخدت ولادها وطلعوا على سلطنة عمان، عملت إقامة هناك ودخلت ولادها الجامعة، اشترت لهم بيت فخم وفرشته من ايكيا، وده طبعا معروف إن أسعاره عالية، يعني ما يقدرش عليه غير اللي معاه فلوس كتير. صرفتي كام بقى يا سلمى في ال3 سنين دول؟ قالت 2 مليون. أيوه زي ما سمعتوا كده. وبعد كل المصاريف دي فجأة حست إنها زهقانة فتسيب نفسها للزهق وهي معاها الملايين دي؟ لا طبعا، خدت أول طيارة وطلعت على دبي، وهناك قعدت في أعلى وأفخم الفنادق، وكانت بتدفع في الليلة الواحدة حوالي 2300 درهم. وشوف انت بقى دول يعملوا كام بالمصري. قعدت هناك اسبوعين وصرفت فيهم 2 مليون جنيه على الشوبينج والفسح والذي منه. سلمى بقى بعد ما لفت دبي ما رجعتش على سلطنة عمان، لا دي طلعت على فرنسا، قعدت هناك كام يوم، صرفت فيهم 500 ألف جنيه، وده مبلغ قليل بالنسبة للي صرفته في دبي وسلطنة عمان. واضح كده يا جماعة انها بتزهق كتير وبتضيع الزهق ده بالسفر، كل شوية بتكون في دولة مختلفة تقعد فيها يومين. ونسيت كمان اقول لكم ان بعد المصاريف اللي بالملايين دي كلها هي عندها بيت فخم في السويد، يعني واحد في سلطنة عمان والتاني في السويد، واكيد مش محتاجين اقول لكم على نوع الفرش اللي فيه والمنطقه اللي فيها البيت. كمان اليومين دول هي بتحضر لمشروع عقاري كبير جدا في الرحاب وبتدور على مستثمر يدخل معاها. بس تفتكروا بقى ممكن حد يتعاون معاها بعد حوار دينا مراجيح والكلام اللي رايح جاي عليها؟ عموما هيبان مع الوقت. وبما اننا اتكلمنا عن دينا فهي طلعت وقالت للناس بطلوا كلام كتير، روحوا اسالوا عنها وعن عيالها راحوا فين، ما تجوش تسالوني. انا سلمى الرحالة، اشرف اي حد واسمي يشرف بلدي لاني بكسب بالحلال وجايباها من تحت الصفر لحد ما وصلت للوضع ده. وبالمره خليني اقول لكم ان اليومين دول هشتري عربيه جديده BMW من احدث الموديلات في السوق. السؤال هنا بقى، ليه سلمى طلعت واتكلمت عن ثروتها في الوقت ده بالذات؟